في العصفوري. اتفضل يا سيدي. مساء الخير. آه، ال- الإهداء الأول يشي بالكثير من مداخل الرواية. المسبقون تكلموا على الأزمنة، وأعتقد أنها أزمنة من قبيل غزو الكويت وانتهاء بكوفيد، وشرحت لنا تقريبا أزمة غزوات هي أزمة كوفيد تهيئا. لكن الأسئلة الروائية، أننا نتكلم عن الرواية عن الموت والحياة، طبعا دي مش مفاجأة ولا حاجة جديدة. ايه الجديد في الرواية؟ الجديد هو الشعر اللي كتبته واللوحة، الخيال، خيال الروحة اللي هو اللعبة السردية، الحرفة السردية. طبعا الحرفة الشعرية واضح في قصيدة النسر اللي في مقاطع كتيرة في داخل الرواية. لكن اتكلم عن الفلسفة، وحقيقي الرواية ما فيهاش فلسفة. لا، ليه؟ لأنها اللي اتكلم عن الأيديولوجية يمكن أقدر، وهي اتكلمت عن التقرب إلى الله والسعي إلى الله، ودور الأحلام في الوصول للوعي. وده منطق شعري مش منطق فلسفي. وده يعني ف فده اللي أنا الشخوص، الفقد والأمومة طبعا هي مواضيع وجدانية أكتر منها موضوع نظري. فأعتقد أن المسرح الحقيقي للرواية هو العاطفة اللي ما بين الأم وأولادها، وأسئلة الهجران أو الفقد. أسئلة الهجران والفقد برضو تم تناولها من منطق وجداني وعاطفي بدون تأصيل اجتماعي أو حتى بوح من نوع معين عن طبيعة العلاقة المخصوصة ما بين هذه الأم وهؤلاء الأبناء. فهنا المشكلة اللي عندي إن أنا شايف إن في النمط وقوالب، إن إحنا سقطنا في نمط إن الأولاد الماديين اللي بيسعوا للورث وهكذا، يعني نمطية بزيادة عن اللزوم، ومفيش تدقيق، مفيش تجديد في القالب، تجديد في هذا القالب، لأن ده احنا بنتكلم على جدلية ما بين الموضوع. لكن عموما القراءة كانت قراءة ممتعة. الحرفة السردية تطورت بدأ بالصدمة الأساسية بتاعت صوفي أبو طالب، بس أعتقد إن جيلك صغير. صوفي أبو طالب كان رئيس لا، رئيس مجلس الشعب، كان رئيس جمهورية لمدة أسبوع. ايوه انا عارفه. وشخصية هوائية خالص، يعني عديمة الوزن، لكن مش مشكلة. آه لا انا قصدي آه على أي الأحوال، برضو داخل الرواية إن واضح دي تاني رواية أقراها في بحر أسبوع. البطلة ليها علاقة بالكتابة والصحافة، ومن خلال الكتابة والصحافة بنعرف مشاكل الحياة. فده يعني أحد المميزات. عموما القراءة سلسة ممتعة، الحرفة السردية موجودة. وأشكركم على الاستماع، شكرا جزيلا.